راجل مسن من كفر الشيخ عايش مع بناته في قلب البيت. اخواته هجموا عليه وكسروا الجدار وكسروا الباب. وفيديو شفته انا حزنت عليه، لان ده الاخ الكبير يعني مكان الاب. اخوه مد ايده من الفتحة اللي عاملها في الجدار، هادد نص الجدار، والراجل الكبير يا عيني واقع على الارض ومتعور ومضروب ومش قادر يقف على رجليه، وقام خبطه كف على وشه. الكف سمع، واخته ومراته وبنته كانوا بيصوروه وعمالين يصوتوا ويقولوا يا بابا يا بابا. شكل ايه الراجل الكبير ده اللي اتكسر قدام اهله، بناته ومراته؟ ليه اخواتي يعملوا في اخوهم كده؟ الاخ الكبير ده عشان تكونوا عارفين هو اول واحد بيجي في البيت، وهو اللي بيبدأ يربي اخواته من ورا ابوهم. يعني لو اب مات بدري، اللي بيشيل الليلة الاخ الكبير. معظم الحالات، ومعظم لا، لكن هنيجي نقول ان دول كانوا متربيين مع بعض، كانوا بيناموا في اوضة واحدة تحت سقف واحد. بس وقت ما اتجوزوا بدأت الخلافات تظهر. الحريم والستات، النساء، لما بيحطوا في دماغهم الغل والحقد بيخلوا الاخوات يكرهوا بعض ويعملوا في بعض اكتر من كده، توصل ان هو قتل كمان، عشان تكونوا عارفين. ويخترعوا حاجات تافهة وبسيطة جدا ما يستاهلش انها يحصل عليها مشكلة، ان احنا نزعق حتى مع بعض، مش ان احنا نمد ايدينا على بعض. ايا كان ورث، ايا كان فلوس، ايا كان تركة، كل حاجة لما تتقسم حسب الشرع وحسب ما القرآن بيقول والدين وأهل السنة بيقولوا، مفيش حد بيتظلم. ربنا سبحانه وتعالى قال، وفي ناس تحكم بعدل ربنا ما بينهم، لكن مش أنا أخد حق فردة، أو إن أنا ماليش حق. يعني أقدم فيه بلاغات كتير محدش عمل له حاجة، بس إزاي يثبت بجبروته ويثبت سيطرته على أخوه؟ ما أنت عشان سنك صغير شوية فأنت جامد، لكن هو كبير في السن بقى حتة عظمة ماشي محني، لكن أنت العضلات. فتفرد عضلاتك على أخوك بدل ما تحميه وتسنده. يعني أخوك ده تعب عليك وأنت صغير، معظم كده. بس أنت لما اتجوزت نسيت إن أنت وأخوك كنتوا انتوا الاتنين إيد واحدة، كنتوا انتوا الاتنين دماغ واحدة، كنتوا انتوا الاتنين شخص واحد. بس الستات لما بتدخل الاخوات في دماغها والحقد، احنا عايزين اكتر من دول واحنا عايزين اكتر من دول، بتبدأ المشاكل تيجي من هنا، ويبدأ الغل يحصل ما بين الاخوات من هنا، وبتتورث لولاد العم، وبتبدأ تكبر واحدة واحدة لحد ما العيلة دي تكره العيلة دي، ويبقى ما بينهم عداوة أزلية لا يمكن تتحل. وزي ما بيحصل كتير جدا في كل البيوت، والله بيحصل كل يوم اللي انتوا شفتوه في فيديو كفر الشيخ بتاع الراجل الكبير المسن اللي انضرب ده، بيحصل في كل البيوت. بس ده تصور صدفة، البنت صورت عشان تشوف تثبت الكلام، عشان خاطر كانوا بيضللوا ويقولوا لا ما بيحصلش الكلام ده وده راجل مجنون. تثبت براءة ابوها قدام الناس عشان حق ابوها يجي، بس ابوها اتهان. واتهان من مين؟ من عمها. من عمها المفروض اللي هو زي ابوها. يعني انت يلا ضربت اخوك بالقلم، اخوك ده لو مات النهارده بناته دول مش مسؤولين منك؟ مسؤولين منك. طب انت ليه تعمل كده؟ ازاي هتطبطب عليها؟ ازاي هتاخد بنتك دي في انك تطبطب عليها وتقول لها لما تحتاج حاجه قول لي انا ابوكي؟ ازاي هتعمل كده لما انت عملت كده اصلا في ابوها؟ هتدفنوا انتوا الاتنين وهتقفوا قدام ربنا، واللي له حق هياخده. يا جماعه بالله عليكم اوعوا تدوا دماغكم من الستات، اوعوا تدوا دماغكم من الحريم، عشان خاطر تعرفوا تعيشوا ما بين اخواتكم. كل واحد يحاب على اهله. لو كل واحد حب اللي حواليه، لا فلوس ولا ارض ولا اي حاجه باقيه، كله زايل. عمرك على الارض الفتره اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدرها لك ان انت تعيشها، عيشها من غير ما تعادي اخواتك ولا تعادي حد. خليك انت السند ليهم قصاد الناس بره، بدل ما انت تكسرهم. لو انت كسرت اخوك هيلاقي اي حد من الشارع معدي هيضربه في الرايحه وفي الجايه وهيستهيفوه. فبلاش بالله عليكم محد يستهتر بالكلام. اي حد سمع كلامي ده اتمنى ان هو بس يكون الرساله بتاعتي وصلت. رسالتي يا ريت تكون وصلت. انا الكلام ده والله اقول لكم من قلبي، لان انا خايف عليكم ان انتوا تحطوا في موقف زي ده. بالله عليكم ابعدوا الشيطان ما بينكم وما بين اخواتكم. وانا مش محتاج اي حاجه، اللي عايز يعمل اشتراك يعمل، اللي مش عايز ما يعملش. بس اهم حاجه صلوا على النبي في الكومنتات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.